حيث كشفت دراسة علمية أمريكية حديثة أن تناول وجبة الإفطار يوميا قد يساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ونصحت جمعية القلب الأمريكية بتناول القليل من السعرات الحرارية واستهلاك كمية قليلة من الطعام في الصباح لتفادي حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية. المزيد في التقرير التالي. إذا كنت تريد قلبا سليما فاحرص على تناول وجبة الإفطار، فقد كشفت دراسة علمية أمريكية حديثة عن فوائد ذهبية لوجبة الإفطار تتمثل في الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية. الأطباء الأمريكيون نصحوا بتناول وجبة الإفطار يوميا للوقاية من العوامل التي تسبب أمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم. الأطباء الأمريكيون لم يجدوا علاقة بين عدم تناول وجبة الإفطار وأمراض القلب فحسب، بل ذهبت نتائجهم إلى أن من لا يتناولون الوجبة الصباحية يصبحون أكثر عرضة لعوامل مثل البدانة وسوء التغذية ومرض السكري أو زيادة السكر في الدم. ونصح الأطباء بتناول وجبة صحية كل صباح شرط أن تحتوي على الفواكه والخضر والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان منخفضة الدسم. وحذر الأطباء من الإكثار من الملح والأطعمة المحلاة بالسكر في الصباح. ظروف العمل والالتزامات الأسرية غالبا ما تشكل ضغوط نفسية كبيرة على الكثير من الأشخاص، مما ينعكس على مزاجهم طبعا وشعورهم بالإعياء والقلق بشكل دائم. لكن الجديد في فقرة اليوم هو أنه يمكن التغلب على هذه المشكلة خلال عدد من التمارين الرياضية اللي بدورها تحسن الحالة المزاجية واللي يقدمها لنا كابتن محمد كمال. فتعالوا معنا مشاهدين الكرام نرحب بالكابتن في هذا اليوم. صباح الخير كابتن، نشكر تواجدك معنا في البرنامج. صباح الخير كابتن. صباح الخير. فعليا نحن بحاجة تمارين تعمل لنا مثل سحر صباحي تغير المزاج عند كثير من الأشخاص، خصوصا اللي بيستيقظوا بوقت باكر جدا. ده حقيقي والله، احنا بننصح دايما بالتمارين في الوقت المبكر لان بتخف من الاعباء اليوميه. دايما الناس بيبقى عندها مشاكل في البيت، مشاكل في الشغل، مشاكل في توتر نفسي. فازاي احنا نقدر ندي مجموعه من التمارين الناس تعملها في فتره الصباح. التمارين دي بتقلل معدلات التوتر، التمارين دي بتحسن من الحاله المزاجيه، التمارين دي بتقلل معدلات الاكتئاب، بتخرج البني ادم بره المود بتاعه، بتحقق توازن نفسي كويس ليه. طيب كابتن، جميع انواع التمارين هي تستطيع ان فعل هذا الشيء انه تزيل التوتر والحاله المزاجيه السيئه، ولا هناك تمارين معينه واحد يمكن ان يقوم بها؟ هي بص، دايما الرياضه كلها كويسه، والرياضه كلها بتحسن الحاله المزاجيه. نعم. لكن احنا طبعا بنقدر ندي تمارين للناس يقوموا بيها في البيت بشكل مناسب، يعني بشكل سهل. طبعا. ما يبقاش تمرين صعب لازم يروح جيم، لا. طب انا ما عنديش وقت اروح جيم، تمام. طب وعايز اعمل رياضه، طب ايه المتاح بالنسبه لي؟ وما عنديش وقت ان انا اروح جيم كمان والعب رياضه يعني عايز وقت صغير استقطعه من يوم الصبح. طيب ايه المتاح يا كابتن؟ يعني تحديدا ايه التمارين؟ ممكن يعني تشوفنا هذه التمارين او جزء من هذه التمارين؟ هنبدا التمارين، انا معايا الموديلز، هنبتدي نوضح للناس ازاي في التمرين مقسم ل3 اجزاء. التمرين اول حاجه هيبقى تمرين وورم اب، تمارين احماء هنقدر نقوم بيها عشان نحمي العضله عشان ونهيئها يحصل تدفق دموي في العضلات بتاعه الجسم الجسم كلها، يبقى الدوره الدمويه تقدر تشتغل بشكل مناسب بشكل كويس، ونبتدي نقوم بالتمرين. الاحماء مهم ان هو ما يحصلش تقلصات عضليه، ما يحصلش شد عضلي اثناء التمرين، اجهاد زائد للعضله. برافو عليكي. لان في ناس كتير ممكن ما تكونش بتمارس رياضه، فلما يجي يمارسها لاول مره مش هيتبقى زي حد متمرس فيها، تتفاجئ العضله نفسها فما بتعطي المفعول الايجابي اللي نحن بنتمناه من هذه التمارين. هلا هذه التمارين اللي رح نحكي عنها هي مخصصه للاسترخاء او للتخفيف من القلق والضغوطات اليوميه، دونا عن التمارين الاخرى اللي بتبني العضله. فهي التمارين باي منطقه بتكون كبدايه؟ والله كبدايه احنا بنبدا بالاحماء زي ما قلنا، ده بيبقى جامبنج في الثبات، بيعمل زي ورم اب، تسخين للدوره الدمويه كلها. بعد كده بنبتدي نعمل تمارين للابر بادي، الجزء العلوي من الجسم، تمارين للور بادي، الجزء السفلي. وتمارين في الاخر بيبقى اطاله عضليه. كل ده بيبقى كويس جدا، وفي وقت قصير ما يبقاش لود على حتى المتمرس اللي عايز يعمل الرياضه دي في البيت، ما تبقاش يعني مستعجل عايز يروح الشغل، مستعجل وراه حاجه، لا، دي
كلها على بعضها تلت ساعه طيب. الصبح. نحن كاب- مستعجلين نشوف اي التمارين. كابتن محمد، ممكن حضرتك تشوفنا بعض التمارين يعني؟ بعض التمارين. تفضل كابتن عمر. عمرك جربت انك تعمل تمارين صباحيه؟ حسيت في فرق على مزاجك؟ اسعد تفضل. دكتور اعرف كابتن. نعم نعم. يلا كابتن تفضل. محمود معايا محمود موديلز. نعم نعم. هيورينا في البدايه ازاي نقدر نعم، عفواً. نقوم نعم. بتمرين الاحماء اللي احنا قلنا عليه في الاول. اول تمرين هيبقى تمرين جامبنج في الثبات. نعم. التمرين ده الهدف منه ان انا طبعا بشغل عضلات رجليا كلها. نعم. بشغل نعم. كوادرسبس وهامسترنج. بشغل طبعا ايديا شغاله، الجذع الاوبليك نفسه شغال، فكل ده بيبقى بالبدايه لمدة عندي. ده لمده دقيقة 30 ثانية. 30 ثانيه ثانية فقط. كافيه بعد- لاحماء الجسم او العضلات، تجهيز الجسم؟ ما هو مش ده بس الاحماء، هناخد تمرين تاني برضه هيبقى يعني احنا بعدنا في الجزء الاول اللي ده ذكرته. الجزء الاول. الجزء الثاني ده جامبنج، يعني قفز جانبي. ده برضو الهدف منه ان انا بشغل طبعا عضلات رجليا، بشغل عضلات السمانه، بشغل عضلات وسط يمين وشمال. كابتن، الكابتن اللي معانا رياضي يعني. طبعا رياضي. طب ست البيت كيف ممكن تفكر تقفز بهاي الطريقة على الصبح؟ لا على فكره ست البيت لما تيجي تقفز التمرين ده ما هوش صعب. والقفزه ما هياش عاليه، فمش هتاثر حتى على لو ما- الجوينت، مش هتاثر هي على خطوات. على الركبة. لا، الركب، هي على تمرين بسيط، نعم. مش سهل مش صعب. هيك بلش فيه 30 ثانية يعني 30 هي ثانية هي بس لحد لما خلاص. توصل لمرحله ان هي حست ان تعب. رجلها حست ان في تمرين، في تدفق دموي، حست ان نعم. جسمها يعني سخن حصل شوي العضلات بقت مرنه اكثر، آه. فممكن تمارس الجزء الثاني. فممكن تمارس اللي هو؟ التاني. نعم. اللي هو هنبتدي بقى اول تمرين. التمرين ده تمرين برضو بيحرك معايا عضلات الكتاف وبيحرك معايا عضلات الرجلين الخارجيه والداخليه. نعم. نعم. تمام. ده برضو هنقوم بيه من 20 ثانيه او 30 ثانيه. حركه وده موحده برضه؟ للرجل وللذراع يعني وللذراع. نعم. زائد ان التمرين ده احنا بنسميه تمرين توافق عضلي عصبي. ازاي اتحكم بتركيزي ان انا اشغل ايدي واشغل رجليا رجلي في بنفس نفس وقت. نعم. صحيح. وطبعا حسب القدرة الجسدية والبنية الجسدية لكل شخص، ممكن كل شخص عم بيتابعنا يعني يتوافق مع قدرته الجسدية. بالظبط. يعني انا مش يعني ال 30 ثانيه ما هوش قانون 30 ثانيه. نعم. لا، ممكن حد ما يكون مثلا القفز ده صعب عليه شويه. نعم. ممكن نشتغله 20 ثانيه، ممكن نشتغله 10 ثواني. نعم. هو ده بيبقى يعني مناسبها للمقياس للشخص نفسه. بس المهم يشوف نفسه جهز للدخول في للدخول التمارين. في التمارين بيحس بعد كده ان هو يقدر يبتدي التمرين. طيب والتمارين كابتن، بتاعتنا اتفضل. نعم يعني خلينا نكمل التمارين، لكن سؤالي لحضرتك، جميع الاوزان انه تستطيع القيام بهذه التمارين؟ لا طبعا. آه. مش جميع الاوزان. نعم، تمام. في ناس طبعا اوزانها عالية. عاليه. نعم. الناس اللي اوزانها عاليه دي النهارده لما يجوا يقوموا بالتمرين ده بأثر على الحوض، بأثر على مفصل الركبه. نعم. فمش اي حد يقدر، لا النورمال. فكل اللي هو شخص بحسب قدرته وبنيته على الجسدية. حسب قدرته وبنيته الجسديه النورمال بتاعه. يعني حد مثلا لو قلنا في المتوسط العمري مثلا 35 سنه او 40 سنه، مثلا وزن طوله 180 سم، هيبقى وزنه مثلا لحد 100 كيلو، يقدر يقوم بالتمرين ده. نعم. نسبه وتناسب بقى، اقل سنا ازيد وزنا ازيد طول. طيب. يعني نعم. تبقى طيب نسبة شوف وتناسب. التمرين الاخر. هنبدا بقى. احنا كده خلصنا تقريبا الاحماء بتاعنا. أوكي. 30 ثانيه اربع تمرينتين. حركات تقريبا اللي هي تبدا الاول تمرين بالنسبه للي هنشتغل، هو إحنا. هنشتغل لتمرين الابر بادي، أي الجزء نعم. العلوي من نعم. الجسم. نعم. نعم. هيبقى بالشكل المناسب ده. كل الرياضيين اللي عم بيتابعونا اليوم يعني عم بيكونوا معنا في هذه الحركات اللي بتبني العضلة، والناس اللي عندهم التمرين. ضغوط نفسية. طبعا هذه الرياضة بتساعد على التخلص من هذه الضغوط، وبتساعد على استرخاء العضلة وبالتالي بنائها، بالتالي تحسين الصحة بشكل عام. ده حقيقي. التمرين ده عندي ببتدي اقوم بيه بالشكل المناسب ده. ما يبقاش ما افتحش القلب وما افتحش نعم. الكوع. هاي تمارين ضغط فيها فعلا اخطاء كثيره، علشان ما اثرش طبعا على المفصل ده نعم. شغال. زائد ان جسمي كله بيبقى مستوي يكون عادل. بالشكل ده. ما يبقاش الايد فوق او تحت قوي، ما يبقاش نعم. فيه عامل كيرف جامد. و مفيش التمرين عدد ده اللي معين. يقدر يقوم بيه. آه. طب انا النهارده مش قادر اقوم بالتمرين ده والتمرين ده صعب عليا، بديله حركه بديله، ان هو اخلي رجلي كده اهو. تمام. دي بتخف تقريبا حوالي الضغط. 60% من وزن الجسم. نعم. يعني نعم. حوالي 60% من وزن الجسم بيخف أوه. مع الموشن ده او الشكل. نعم. كم مش عم يعمل كم وحده؟ هيعمل 20. تمام. وهيريح 10 ثواني، يعمل 4 مجموعات.
كل مجموعه 20 نعم. عده، ويريح 10 ثواني ما بين كل مجموعه ومجموعه. ليه تحديدا الرقم 20 بعدين راحه 4 ثواني بعدين علشان تكون 20. العضله اللي احنا بنشتغل عليها، التمرين ده بيشغل معايا عضلات الشيست. طيب كابتن انت عضلات حضرتك الصدر. تفضل يعني التمرين ده بيشغل معايا عضلات الصدر، التمرين ده بيشغل معايا عضلات الاكتاف، التمرين ده بيشغل معايا عضلات الترايسبس منطقه خلف الذراع. نعم. فما بيشغلش معايا، يعني بيشغل يعتبر ماسل جروب، مجموعه عضليه. نعم. ما بيشغلش عضله واحده. فالنهارده التمرين ده فيه عضلات مساعده، يعني انا النهارده التمرين ده 60% مثلا شغال شيست، 20% مثلا شغال ترايسبس، 20% شغال كتف. فلما اديله 20 عده، ال 20 عده اللي هيتمرنهم دول هيكون حصل تدفق دموي في العضلات اوريدي اللي نعم. شغاله في بس التمرين. هذا يقودني الى سؤال دكتور وتوضيح يمكن للمشاهد. اتفضل. انه هذه التمارين هي فقط من اجل تجهيز يمكن الجسم لبقيه اليوم للاعمال للضغوط، باعتبار حقيقي. يعني مو هي من اجل التخسيس. لا مش من ليس اجل من أجل التخسيس. التخسيس. بس هي لا بتخسس خالص. بنفس الوقت لانه عم بيحرق أنا النهاردة بس سعرات. انا اعتقد المده او الحركات يمكن كابتن يعرف اكثر انه توصل الى هذه المرحله، مرحله التخسيس. نعم. يعني اعتقد كابتن هناك بعض الاشخاص يحتاجون على الاقل الى 20 دقيقه واكثر من 20 دقيقه وراها تبدا عمليه الحرق عندهم، صح؟ صح. لكن إذا أصبحت عادة يومية ممكن أنها تسبب في حرق سعرات أقل، لكن لو انا عملت مع بتقوي العضلات. التمرين نعم. نيوتريشن بلان، خطه نعم. تغذيه، نظام تغذيه. نظام تغذية. نظام تغذيه انا عارف انا بفقد في اليوم سعرات حراريه قد ايه، وبدخل في اليوم سعرات حراريه قد ايه. فبالتالي لو انا قللت معدل الاكتساب بتاعي وزودت معدل الفقد، هبتدي الشيب هيتظبط مع شويه التمارين الصغيره. طيب كابتن اخر تمرين خلينا نتابعه معه. ويمكن سؤالي لحضرتك، احنا تابعنا في بدايه الحلقه انه الوجبه الغذائيه الصباحيه هي مهمه بالنسبه للشخص. طبعا. يعني الناس يمكن تبتعد عنها، يقول لك عشان اخس، هذا الوجبة غلط الصباحية؟ رياضيا. نعم. لا غلط جدا. نعم. لان الوجبه الصباحيه دي الجسم بيبقى في احتياج وفي اشتياق لاي بروتين، اي كربوهيدرات، اي فيتامين، اي حاجه تخش الجسم علشان مفتوح الجسم، مفتوح طبعا ومحتاج ده. والجسم وكل انت بتبقى صاحي من النوم حاسس ان انت عايز تاكل، فاكل حاجه هيلسي، اكل حاجه تفيد جسمي، اللي هو المفروض اللي هاكله ده هيبتدي يفيدني على مدار اليوم. مش هيفيدني بس الساعتين بعد وجبه الافطار، لا ده هيفيدني على مدار اليوم كله. طيب كابتن محمد كمال لم يسعفنا الوقت مع الاسف. في آخر نصف دقيقة نصيحة أخيرة للمتابعين للتخلص من الضغوطات اليومية في دقيقة أو دقيقتين في الصباح الباكر وينشطوا الدورة الدموية. وهي النصيحه اللي انا دايما بقولها، ان التمرين يا جماعه بيرفع من قدره اللياقه البدنيه عند الناس، ودي حاجه طبعا الناس عارفينها. النقطه الثانيه ان هو بيحقق التوازن النفسي. نعم. التمرين بيحقق الرضا بالنفس. انا النهارده قمت الصبح طبعاً. قعدت تلت ساعه اتمرنت فيهم، خارج رايح شغلي حاسس ان انا مبسوط من نفسي. ورح تشعر في تغيير حقيقي فعليا بس. في الحياة. وفعليا يعني جرب طبعا، ما بتخسر، لكن بتحسن من صحتك النفسية. ده حقيقي، ده حقيقي. كابتن محمد كمال، نشكر تواجدك طبعا معنا في هذا ميرسي الصباح، جداً. نصائح جميله، وشكرا للكابتن طبعا اللي قدم لنا هذه التمارين.